أسوأ تشكيلة للدوري المصري في الجولة التانية، ويلا نبدأ بسرعة. في حراسة المرمى شيكا حارس فاركو قدم مباراة سيئة قدام الأهلي. باك يمين شادي ماهر لاعب وادي دجلة وما كانش وحش قوي على فكرة. 2 قلب دفاع محمد فتح الله وعمرو طارق مدافعين طلائع الجيش وحصل كوارث بسببهم. باك شمال يعقوبو لسه ما جاش السنة دي في الدوري، مش هو ده يعقوبو بتاع السنة اللي فاتت. نص ملعب محمد مدحت هو مدافع بس كان بيلعب نص ملعب مع كهربا الإسماعيلية وكان متسرع. بلاتي توريه ما ظهرش قوي وخد طرد ملوش لازمة في آخر الماتش. غيث المددحة نص ملعب طلائع الجيش وكان متسبب في هدف. جناح يمين فخري لقاي ضيع كتير. جناح شمال تريزيجيه ما جاش في ماتش الاهلي وفاركو. راس حربة هو ما كانش وحش بس كنا مستنيين منه اداء احسن من كده وهو عدي الدباغ. واسوأ فرقة في الجولة التانية هي طلائع الجيش، داخلة ب3 لعيبة النهاردة في اسوأ تشكيلة. بس كده، سلام.